لو ما عندكش استعداد تترك هتتربس ومش هتعرف ربنا عاوز منك ايه. انما لو عندك استعداد للترك هيعمل منك اللي هو عاوزه، هيشتغل بيك براحته، هيحركك بمزاجه. سيب عشان ربنا يعرف يشتغل. انت معطل ربنا لانك بتقفش مع كل ترك، يفضل يحايل فيك بقى ويطبطب يا حبيبي ما تريحه، ما تسهل عليه المأمورية، ما تقول له انا معاك يا رب وخلاص، زي ما تحطني في اي حتة في اي ظروف، بدل انت معايا احنا متفقين. الخسارة شعور يضايق، لكن رمي الزبالة شعور ما يضايقش. فقال ما حدش يفتكرني وانا بقول خسرت اني حزنت ولا اتقهرت، لا انا خسرت بس احسبها نفاية. فانا بالعكس انا مبسوط وانا بخسر، بالظبط وانا برمي الزبالة البيت بيروق. فهنا لما الانسان ينتبه ان له رسالة، خلاص الناس، رسالة نقاوة القلب، رسالة هي السماء، ملكوت الله في السماء يبقى على الارض، خلاص. كمان ربنا عاوزنا نترك الرغبات. ساعات يبقى عندك رغبات، طبعا الرغبات الرضية دي اول حاجة في الترك، لا ده انا عاوز اقول ان ساعات يبقى عندك رغبات حلوة. يعني مثلا داود لما رغب ان يبني الهيكل وكالت عقله الحكاية وبقى ايه، عارفين بقى لما واحد كده فكرة تدب في دماغه وتبقى مسيطرة عليه واكسايتد جدا بيها وحاسسها مظبوطة خالص، ده حب ربنا مفيش حاجة. وانا بقول لك حاجة وحشة، انا هبني بيت ليك، قال له لا ما تبنيش. اذا في رغبات تبدو طبيعية، زي ام تيجي تقول طب انا كان نفسي افرح ببنتي وانا بطلب حاجة وحشة. ايوه هي رغبة شكلها طبيعي، بس ربنا لحكمة ما شايف انه لا. هتفضل تحبه ولا هتزعل منه؟ هتقدر تقول معك لا اريد شيئا ولا حتى الطلبات دي، ولا هتقول له لا معك بس عاوز كمان ده؟ لا، يقول لك حتى الرغبات، مش عاوزك ترغب الا انك تشوفني واشوفك وبس، تقعد معايا واقعد معاك، تشبع بيا واشبع بيك، الباقي ده كله سيبني انا امشي براحتي. حاجة تاني تتركها هي الناس. ساعات يسافر واحد غالي عليك، فهنا انت تركت غصب عنك، لكن ده جزء من رحلة خلاصك، جزء من رحلة دخولك للسماء، انه ما يبقاش فيه غير ربنا قصادك. ابراهيم طلب منه انه يقدم ابنه ذبيحة، كلنا عارفين قسوة الطلب او صعوبته، ده الابن الوحيد الحبيب المنتظر ده كل حاجة، كل حاجة بالنسبة لإبراهيم هي إسحاق، بس ربنا الأول، ربنا قبل إسحاق، وخده ورفع السكينة وكان هيقدمه ذبيحة عادي، زي ما كل حاجة في حياة أبونا إبراهيم، زي ما قدم الأرض قبل كده وقدم أهله زمان، ما هو ترك أهله وترك الأرض وترك كل شيء، لو جت على إسحاق كمان، بس ربنا قال له لا خلاص، لا أنت عملت اللي عليك، خلي إسحاق يعيش عشان يبقى رمز للقيامة، بس لا أبارك أنك بركة، أنت أصلك قلت للعالم كله يعني إيه معك لا أريد شيئا على الله. حققت اللي أنا عاوز أقوله يا إبراهيم، وصلت للناس اللي نفسي أوصله، إن اللي باصص عليا حتى أغلى الناس مش فارق معاه، لأنه ربنا أغلى من كل الناس. كل حاجة أنت مسنود عليها لو ما سبتهاش بمزاجك هيسيبها لك، وعشانك، ومش بيعذبك، ده عشان خلاصك. فبلاش تتسند على حد غيره، لا تتسند على بنك ولا على ناس ولا على سمعة ولا على علاقات، بطل لحسن هينزع السند، هينزع واحد ورا التاني، ينزع السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء، يعني كل ما يغطي احتياجاتك هيشيله عشان يقولك أنا بس إلا شبعك.